ايه الاخبار يا شباب؟ النهارده معانا مراجعه للبويا اكس ام 6 الاس 1. ويعني المايك ده مبهر بصراحه، يعني من حيث كل حاجه. يعني بدايه اول حاجه من حجمه الصغير ونقاء الصوت وكواليتي التصنيع، وان العلبه بتاعته يعني فيها كل حاجه، يعتبر هي فيها كل حاجه ممكن تحتاجها، وان بيجي مع ضمان سنتين وحاجات تانية كتير يعني. طيب يعني هنبدا بمحتويات العلبه، واول ما تفتح العلبه هتلاقي فيها يعني علبتين صغيرين، هم دول بالتحديد. العلبة دي هتلاقي فيها المايك والريسيفر، والعلبة التانية ودي اللي هتلاقي فيها باقي الكماليات وإلى آخره يعني. فالعلبة دي أول ما تفتحها هتلاقي فيها أول حاجة بيجي الحافظة دي، وجوه الحافظة دي بتجي اللي هي باقي الملحقات بتاعة المايك وإلى آخره يعني. هتلاقي وصلتين 3.5 مللي، واحدة تي ار اس والتانية تي ار ار اس، وهقول لك كل واحدة بتعمل ايه بالظبط. وهتلاقي جا بعد كده المايك السلك. هو من لافالير، وهو بيجي هديه مع المايك ده، يعني ممكن توصل بالمايك الوايرلس وكده يعني. وطبعا بيجي معاه اللي هي الفوم دي والمشبك، انا ركبتهم في بعض اصلا. وبيجي بعد كده عازل صوت، هو شكل فرو ده اللي بيتحط فوق المايك. وهتلاقي شهادة الضمان وكتاب التعليمات، هو مش مخصوص بس للاس 1، هو مخصوص لكل مايكات بويا يعني. ودي بطاقة ضمان تاني، دي من الستور اللي انا اشتريته منه، وبيقول لك شروط الضمان. وفي بعد كده الورقة دي انا لغاية دلوقتي مش عارف هي بتاعتي اساسا ولا ايه فايدتها. هو طبعا في تفصيلة تانية نسيت ما اقولها، هي المفروض هو بيجي معاه وصلتين يو اس بي شحن تايب سي، بس هو للاسف يعني تقريبا اتنسى ما يحطه يعني. بس مش مشكلة يعني، انا معايا منها كتير اصلا في البيت يعني، كل الاجهزة اللي بجيبها في الغالب بيجي معاها وصلات زي كده. فالمهم نرجع تاني للشنطة، وهي الشنطة بصراحة خاماتها ممتازة يعني، ويعني هي مناسبة جدا انك تشيل فيها المايك وكل المعدات بتاعته، بحيث لو عايز تتنقل بيها بره البيت او كده. هي أول ما تفتح هتلاقي فيها مساحة من جوه، بحيث إنك أنت تحط الأسلاك والمايك السلك. وهتلاقي هنا في مساحة هنا للريسيفر أو ترانسميتر، والناحية التانية للريسيفر أو ترانسميتر، يعني تحط واحد منيهم في ناحية والتاني في الناحية التانية زي كده مثلا أهو كده. بس بحيث إنك أنت تشيلهم يعني، وبعد كده تقوم إيه قفل الحافظة، وبعد كده تستخدمها عادي يعني. نرجع للمايك نفسه، بما إن هو النسخة اللي معايا هي الاس 1، فهو الصوت هنا هيبقى مونو مش ستيريو. والمايك ده بيبقى 2.4 جيجا هرتز دول تشانل، وبيجيب مسافة لغاية 100 متر بين المايك والترانسميتر. بس طبعا مش شرط ما يكونش فيه حواجز في النص يعني، مباني او الى اخره، لكن هو جوه البيت يعني هيبقى ممتاز يعني. هو اي مكان كنت جوه البيت هيجيبك عادي. والبطارية بتقعد لغاية 7 ساعات. هو عشان اجيب لك من الاخر كده، انا بصراحة ما جربتش ان انا اقعد بيه 7 ساعات واشوف هيقعد ولا لا. انا كنت بسجل مثلا ساعة ساعة ونص وبقفله، وهكذا يعني كذا مرة، وكل ما بيوصل مثلا البطارية نص فكنت بشحنها. فانا ما جربتش اذا كان هيقعد 7 ساعات فعلا ولا لا يعني، بس هو بطاريته ممتازة بصراحة. طيب هو المايك والريسيفر الاتنين بيجوا بشاشة أوليد عشان تعرف البيانات اللي ظاهرة على المايك. طبعا هوضح بالتفصيل إعدادات الشاشة وكل حاجة، بس يعني خليها على جنب دلوقتي. المايك نفسه هتلاقي فيه في الجنب هنا 3 زراير، واحد عشان الباور وواحد عشان علامة الزائد والناقص، وهقول بيعملوا كل حاجة وحدها. وفي بعد كده مدخل تايب سي الشحن، وبرده في ملاحظة هقولها. ومن ورا عندنا اللي هي الكليب دي، أو زي المشبك عشان تحطه في الهدوم. هنا بقى فوق عندنا الفتحة بتاعة المايك دي اللي هو بيسجل من عندها، وفي هنا فتحة. الفتحة دي لو أنا أقدر عايز أركب المايك السلك اللي هو ده بيركب هنا تمام. وهنا في هتلاقي فتحتين دول عشان يركب فيهم عزل الهواء اللي هو ده بس. فكده بيركب عشان ايه، لو في مثلا في مكان في هواء وكده يعني، فتسجل من غير ما يعمل صوت هواء في الخلفيه وكده. بالنسبه للريسيفر فهيبقى هو نفس المايك، بس مع اختلافات بسيطه. هو ان عندك فوق اول حاجه عندك اللاين اوت، ده بتحط فيه الوصله التي ار اس دي. التي ار اس اللي هي فيها 3 شرط دي، مش الاربعه، ركز الثلاثه. هتحطهم في اللاين اوت هنا كده. وبعدين الطرف ده هو اللي هتشبكه في اللابتوب او الموبايل او الى اخره. طبعا لو عندك يعني كاميرا او سيستم صوت او كده، هتستخدم الوصله دي، هي الناحيتين تي ار اس فقط يعني، تحط واحده هنا وواحده في السيستم الصوت. وهي عندك في الجنب في فتحه مرسوم عليها علامه السماعه دي. بقى لو انت عايز تتاكد ان الصوت شغال تمام وكل حاجه، بتحط هاند فري هنا، وبتسمع الصوت في ودانك اللي داخل المايك اللي هو الترانسميتر اللي هنا، بحيث انك انت تتاكد من جوده الصوت ما فيش مشكله او كله تمام يعني. نرجع للمايك نفسه، هتلاقي عندك اول حاجه في الشاشه علامه اللي هي الشبكه دي معناها ان الترانسميتر او المايك يعني واصل بالريسيفر، لانه لو ما كانتش واصله هتلاقي الشرط مش ظاهره. وبعدين هتلاقي عندك علامه مايك، معناها ان المايك شغال عادي. احنا هنا لو جينا على زرار الباور دوسنا دوسه واحده كده، فهيتعمل ميوت. هتلاقي هنا ان علامه المايك هنا ايه اتعمل عليها ميوت اهي. بص كده ما هيجي شغاله اهي، عشان انت مثلا حاليا معمول ميوت كده اهو شغال يعني. هتلاحظ ان الصوت اصلا بدا يظهر عندك هنا اهو. بس وبعد كده هنا ده بيحدد لك مستوى الصوت. طبعا انا لو وجهت ناحيه هيبقى الصوت اعلى شويه. وبعد كده عندك مستوى شحن البطارية، ده بالنسبة للمايك. بالنسبة للريسيفر فنفس الفكرة، علامة الشبكة اللي هنا، وبعد كده علامة الام معناها ان الصوت مونو، اقدر اخليها ستيريو لو انا كان عندي السبيكر التاني او المايك التاني. بعد كده عندي 6، هتلاقيها هي هنا برضو 6. دي مستوى الحساسية بتاعة الصوت. هنا يعني في المايك بيبقى حساسية الصوت بتزودها وتنقصها يعني، كده 5 4. والستة يعني افضل يعني، بيلتقط يعني اصوات اكتر قدر الامكان. وانا بخلي دايما على 6 عشان اخد اعلى صوت.
وبالنسبة للي هنا نفس الكلام 6 أو 5، فعلشان برضه يطلّع أعلى صوت لللاب، فأنا دايمًا باخلّيهم على أعلى حاجة هُم 2، وطبعًا ده يعني بيستهلك من البطارية شوية، بس فهتلاقي إن في مزامنة بين المايك الreceiver، يعني مثلًا كده هنلاحظ إن الشُّرط هنا هي اللي تظهر هنا أهي. طيب نروح بقى للمايك عشان نشوف الإعدادات بتاعة المايك. إحنا عندنا هنا 3 أزرار، واحد ليه مكتوب عليه الpower أو الmute، وبعد كده عندك الزرار الزائد اللي مكتوب عليه set، وبعد كده زرار الnoise. فإحنا هنعمل إيه؟ لو الزرار ده دوسنا عليه مطولًا ده بيقفل أو يفتح المايك، ولو دوسنا عليه دوسة واحدة فهو بيعمل mute أو يشيل الmute. الزرار الزائد ده أنا اللي باخش منه على القائمة، فأنا مثلًا باجي على الزرار الزائد ده، بعدين بادوس مطولًا عليه كده، هالاحظ إن هو دخّلني على القائمة، بيقول لي أول حاجة الinput mic in، فمعناها إن المايك هو اللي شغال يعني، عشان ممكن إن أنا أوصّل بيه المايك السلك. المهم بادوس على زائد عشان ينقلني للحتة اللي وراها. بعد كده المايك جين دي اللي إحنا قلنا عليها اللي هي 6 على 6 اللي هي مستوى الحساسية وكده. بعدين عندنا mute enable اللي هو أول ما بتدوس على الزرار ده بيعمل mute أو يشيله، وممكن أقول لك إزاي تلغيها أو تفعلها. وبعد كده الback light on اللي هو الكلام ظاهر على الشاشة، يعني تسيبه إن هو شغال على طول، يعني زي always in display أو كده يعني، أو إنك أنت تخليه مثلًا لمدة 10 ثواني أو 30 ثانية أو 60 ثانية عشان تحافظ على البطارية قدر الإمكان أطول فترة. كلمة connect yes دي هتلاقيها برضه هنا فين في الريسيفر، اقول لك ليه فايدتها. تمام، بفرض انك انت مثلا حصلت مشكله مثلا والمايك بعد عن الريسيفر، بعد كده ما بيجيش لاقطين شبكه مع بعض، فبتعمل توصل للحته دي على المايك والريسيفر وبتدوس على علامه الزائد مطولا. تمام، وبعد كده بيبدا المايك يتعرف على يعني يدور على الريسيفر بتاعه، فبعدين بيربط بيه يعني وكده عشان نصلح مشكله الشبكه مش اكتر. عندك بعد كده اللغه، تختار اللغه، هي اللغه المتوفره عندنا هي الانجليزي والصيني، بس هو يعني ما اعتقدش انك هتعمل الصيني يعني. وبعد كده لو عايز تعمل عدد ضبط مصنع للمايك، واخر حاجه بس هو بيوري لك الفيرجن بتاع المايك اللي هو 1.1. بعدين انت عايز تتنقل بين القايمه، بتطلع وتنزل من زرار الزائد والناقص، يعني الناقص يطلعك فوق كده والزائد ينزلك تحت. طيب نروح بعد كده الاعدادات، ازاي نعمل اعدادات. احنا حاليا مثلا في المايك ان، او مثلا خلينا مثلا في هنا مايك جين اللي هو قد ايه المايك بيدخل، فهتدوس على علامه الزائد مطولا كده، هتلاقي إنه حدد لك الرقم 6، فهتبدأ بعد كده مثلًا عايز تنقّص تخلّيه 5 أو 3، يعني تطلع وتنزل بين الزائد والناقص يعني. خلاص خلّصت على 6، بتفضل دايس على الزائد تاني مطوّلًا، هتلاقيه شال لك العلامة، كده خلاص اتعملت 6. مثلًا الmute enable هو حاليًا معمول بحيث إن أنا لو دوست هنا على الpower هيعمل لي mute. أنا مثلًا مش عايز أعملها عشان لو دوست مثلًا بالغلط على المايك واتعمل mute وأنا مثلًا فمن غير ما أقصد، فأنا عايز أشيلها أعمل إيه بقى؟ مثلًا عايز الmute هافضل دايس على علامة الزائد مطوّلًا، هتلاقيه حدد لك كلمة mute، هتدوس زائد هتلاقيه عمل لك disable، بعد كده تفضل دايس على الزائد تاني، هتلاقيه بقى خلاص كده. يعني إحنا مثلًا لمّا نرجع للقائمة الرئيسية، طبعًا أنت عشان ترجع للقائمة الرئيسية بتدوس على الناقص مطوّلًا كده، كده رجعنا للقائمة الرئيسية. فأنا هنا أول ما أدوس mute، مهما تدوس mute أهو برضه المايك شغال عادي خالص، فكده خلاص فهمنا إن الزرار ده لمّا يكون متفعل بيعمل mute أو بيعمل إعادة تشغيل للمايك. بعدين عندك علامة الزائد ديّة إحنا بندوس عليها مطوّلة عشان ندخل على القايمة، وبندوس عليها مطوّلة عشان نحدد الاختيار ونشوف هنعدل فيه إيه أو إن إحنا نقلب. فإحنا هنرجع طبعًا تاني للمايك disabled، فإحنا هندوس عليه زائد مطوّلًا كده، وهندوس عليه زائد كمان مرة عشان يبقى enabled، بعد كده أدوس زائد تاني مطوّلًا عشان أعمل حفظ، خلاص كده اتحفظ عندي، وعلامة الناقص مطوّلًا علشان أرجع للقايمة الرئيسية. طيب نرجع بقى للقايمة عشان نكمل الحاجات اللي كانت عندنا. إحنا قلنا إن إحنا مش عايز أوصّل مايك سلك، فأنا هاسيبها زي ما هي. المايك جين دي إحنا قلنا نزودها وننقصها إزاي وإيه فايدتها. بعدين الميوت انيبل برضه فهمنا فايدتها إيه. بعد كده الباك لايت أون. طيب أنت هتفضل دايس مطوّل بس عشان أوريك الخيارات، فأنت بتدوس عليها هي حاليًا أون، يعني هو دايمًا بيفضل المايك شغال، الشاشة هتفضل شغالة على طول زي كده أهو. فأنت هتدوس زائد هيدّي لك مثلًا عايزها تفضل شغالة لمدة 10 ثواني بعد كده تفصل، وهي المايك مش بيفصل، الشاشة بس بتفصل، يعني أنت أول ما تدوس على الزرار بتفتح معاك عادي بس عشان توفّر شوية في البطارية، وهي كده أصلًا الشاشة OLED فبتوفّر يعني. أو إنك أنت تخلّيها 30 ثانية أو إنك أنت تخلّيها 60 ثانية، ففرض إحنا هنخلّيها 60 ثانية تفضل دايس على الزائد فترة، فخلاص هي بقت 60 يعني، بس أنا إيه مش حاببها 60، فأنا هاخلّيها on زي ما هي. تمام، بعد كده الconnect إحنا وضّحنا إيه هي. بعد كده الlanguage إحنا برضه مش هنغيّرها، هنسيبها إنجليزي زي ما هي وبس، يعني دي كانت كل حاجة. طبعًا هنروح على الناقص فترة عشان نرجع للشاشة الرئيسية. بس حاليًا الصوت اللي أنت بتسمعه ده صوت المايك بتاع الموبايل، وباين يعني الجودة بتاعته عاملة إزاي. والصوت اللي أنت بتسمعه حاليًا هو صوت المايك البويا XM6، وأكيد طبعًا حسيت بفرق الكواليتي بين المايك ده والمايكات التانية. وآخر حاجة نروح للسعر بقى، والمايك ده بسعر 1000 جنيه، 1000 جنيه بالضبط. وبصراحة يعني السعر فاجأني، يعني نظرًا إنه يعني في مايكات أقل من كده وأسعارها أغلى طبعًا، حتة إن الواحد ياخد الكواليتي دي بالسعر ده فدي حاجة بصراحة يعني حاجة حلوة يعني. طبعًا المايك بيجي بضمان سنتين زي ما قلنا، ولو مهتم بالمحتوى ده follow لايك وشوف باقي القناة ممكن تعجبك، وبس سلام.